السلام عليكم عشاق السينما فين ما كنتو. بلا شك كاملين شفتوا فضيحه موسم سيدي علي بن حمدوش اللي دار ضجه كبيره في المغرب الاسبوع اللي فات. كلنا تصدمنا بحجم الطقوس الشركيه والشعوذه اللي طاغيه عليه، لكن مازال متجذره في المجتمع ديالنا. غير شفت هاد الاحداث تفكرت واحد الفيلم مغربي اللي هضر على هاد الفكره بالضبط، وشارك معنا فئه من المغاربه اللي مازال كتامن بقوه الاضرحه في صنع المعجزات وشفاء الروح، واللي هي في الحقيقه خرافه قديمه مآمنين بها بدل ما يامنوا بالخالق. اليوم غادي نهضر لكم على فيلم مغربي اللي قدر يوصل للعالميه وورانا كيفاش الجهل والفقر الا تجمعوا كيقدروا انهم يعميوا الانسان ويدخلوا في دوامه ديال الشرك اللي كتؤدي لصراع مجتمعي كبير. في هذه الحلقه غادي ناخذكم في مراجعه تفصيليه للتحفه المغربيه معجزه القديس المجهول للمخرج علاء الدين الجم، وغادي نشرح لكم تفاصيله الدقيقه اللي انا متاكد غادي تصدمكم واللي غتخليكم تفكروا ألف مره في الواقع المغربي اللي عايشين فيه. الا كنتي من عشاق الافلام والمسلسلات ما تنساش تشترك في القناه وتفعل الجرس ضروري باش يوصلوك اخر مستجدات السينما المغربيه والعالميه. ربطوا معايا السمطه ومرحبا بكم في حلقه جديده من مراجعات السينما المغربيه. فيلم معجزة القديس المجهول هو أول عمل طويل ديال المخرج المغربي علاء الدين الجم، واللي كيتعتبر إضافة نوعية ومميزة للسينما المغربية المعاصرة. الفيلم اللي تصنف ككوميديا وجريمة كيقدم تحليل عميق للواقع الاجتماعي المغربي من خلال قصة ساخرة كتخلط ما بين المادة والروحانية. الفيلم كيتميز بالأسلوب الإخراجي ديالو اللي معتمد على الكوميديا الهادئة، المفارقات البصرية والحوارات اللي قليلة. الهدف ديال الفيلم ماشي هو ينتقد المعتقدات الشعبية، ولكن كيحاول انه يسلط الضوء بشكل مباشر على كيفاش هاد المعتقدات كتشكل وشنو الدور ديالها في بناء المجتمعات الصغيرة. الفيلم خدا إشادة كبيرة من النقاد وتم الاختيار ديالو باش يمثل المغرب رسميا في جائزة الأوسكار. هاد المكانة ديالو كتأكد على ان الفيلم قادر يقدم قصة محلية عندها بعد عالمي، وهذا الشيء كيرجعو عمل مميز في المسيرة ديال السينما المغربية الجديدة. كما قلت لكم قبل، الفيلم تصنف على انه كوميديا وجريمه، ولكن اللي غادي نقول لكم هو انه تجاوز هاد التصنيفات كامله وقدم رؤيه فنيه ما عندهاش المثيل. الفيلم كيخلط بين حس الفكاهه الساخره والعمق الفلسفي، وكيخلق تجربه سينمائيه متكامله وممتعه في نفس الوقت. الاحداث كتبدا مع واحد الشفار اللي سميتو امين كيهرب من البوليس هاز معاه شكاره عامره بالفلوس، وباش يخبي هاد المسروقات كيدفنها بواحد السرعه في واحد الجبل، كيدفنها في الارض وكيدير عليها الحجر بحال القبر، والبوليس كيشدوه موراها مباشره. امين كيدوز سنين في الحبس، ومن خرج كيحاول انه يرجع لديك البلاصه باش يجبد الفلوس، الا انه كيلقى واحد المفاجاه اللي ما كانش ضارب ليها الحساب. داك الجبل اللي دفن فيه الفلوس تحول لضريح مقدس كيجيوه الناس باش يطلبوا الشفاء من جميع انحاء المغرب، واللي كيعتقدوا انه قبر ديال واحد القديس اللي مجهول وقادر انه يعطيهم البركه ديالو. هاد المفارقه هي المحرك الاساسي ديال الفيلم، حيت كيحط واحد المفارقه دنيويه اللي هي الفلوس اللي تسرقات في العمق ديال معتقد روحي كبير، واللي هو القبر اللي دار الشفار باش يخبي الجريمه ديالو. هذا الشيء اللي كيتخليه يتحول لمصدر ديال الايمان والامل في القلوب ديال الناس ديال الدوار. الصراع الاساسي في الفيلم ماشي بين الشفار والبوليس، ولكن بين الشفار والمهمه الماديه ديالو باش يرجع فلوسه، وبين الايمان ديال المجتمع كامل اللي تبنى على واحد الكذبه. الفيلم كيبين ان المعجزه تقدر تكون من صنع البشر، وان الايمان يقدر يكبر على اي حاجه حتى لو كانت غير شكاره ديال الفلوس. وهذا التناقض كيبان ايضا من خلال الشخصيات. فمثلا الطبيب اللي كيجي من المدينه واللي كيمثل العلم والعقلانيه كيلقى راسو كيحاول يوفق ما بين التدريب الطبي ديالو والايمان ديال الناس ديال الدوار بالضريح والشفاء الروحي. هذه الشخصيه ديال الطبيب اللي كتوصف بانها من اقوى الاجزاء في الفيلم كتجسد الصراع اللي كيعيشوه بزاف ديال المغاربه بين الحداثه والمعتقدات التقليديه. الاسلوب الاخراجي ديال علاء الدين الجم في فيلم معجزه القديس المجهول كيتميز بالاعتماد على الكوميديا الهادئه اللي معتمده على مفارقات المواقف اكثر من الحوار والاداء المبالغ فيه. المخرج كيامن ان استعمال الكوميديا كيعطي حريه اكبر في تناول مواضيع حساسه ومعقده، وهذا الشيء ماشي تقليد ولكنه دليل على ان المخرج كيستوحى من تقاليد فنيه اللي عالميه وكيعاود يصاوبها في سياق مغربي بوحدو. هذا الشيء كيعطي للفيلم هويه سينمائيه ديال ما بعد الحداثه، وهذا الاختبار في الاسلوب ماشي غير خيار فني ولكنه كيبين الطموح ديال المخرج في تقديم سينما عالمية واللي في الجوهر ديالها كتنتمي للسياق المحلي.
قصة الفيلم ما كانش كدور غير على هاد الضريح، ولكن تطرقات لواحد المواضيع اللي كيعاني منها المجتمع المغربي. على سبيل المثال الفيلم كان كيدور في الصحراء المغربية، واللي قدر من خلالها المخرج انه يصور الحياة ديال الناس اللي في المناطق القروية واللي كيعانيوا من ظروف قاسية بحال الجفاف، النقص في الخدمات الأساسية والصحة. الفيلم ما كيتعمقش بزاف في القضايا ديال التعليم والإدارة، ولكنه كيعطي صورة للواقع اللي كيعيشوا فيه هاد الناس في هاد المناطق. من خلال هذه القصة علاء الدين الجم كيستكشف التأثير ديال المعتقد على العقلية الجماعية، واللي وضح أن الهدف ديالو ماشي هو ينتقد الثقافة الشعبية أو المعتقدات الخرافية، ولكن المراقبة ديالها ودراسة الأهمية ديالها في حياة الناس. الجم كيشوف باللي الحاجة باش الناس يآمنوا بشي حاجة مشتركة ضرورية باش يقدروا يمشيو للقدام كمجتمع وكشخصيات متفردة. في الفيلم كيبين أن وجود الضريح ديال القديس المجهول حول مجموعة ديال الأشخاص اللي كانوا عايشين مفرقين في الفقر لمجتمع صغير فين تبنات قرية جديدة كاملة حدا الضريح. تناقض بين الجبل الخاوي اللي كانت فيه البلاصة في الأول والقرية اللي عمرات بفضل الإيمان بالضريح كيجسد واحد الرمزية بصرية اللي قوية. هاد التحول كيشير أن المكان واخا يكون قاحل يقدر يولي نقطة مركزية إلا كانت عنده قصة أو معتقد مشترك اللي مبني عليه. فبالرغم من أن الفيلم كيتصنف كفيلم كوميدي ساخر، فهو كيقدم واحد الرؤية عميقة للواقع المغربي. هاد الشيء علاش قرر أنه يحط هاد الصراع في القلب ديال الفيلم. المسار ديال الفيلم في المهرجانات الدولية كان عامر بالإنجازات، في حيث أنه تعرض ضمن مهرجان كان السينمائي في 2019 وربح جائزة الشباب. وأبرز إنجاز كان هو الاختيار الرسمي ديالو من طرف المركز السينمائي المغربي باش يمثل المغرب في مسابقة جائزة الأوسكار لأحسن فيلم عالمي في الدورة 93. فيلم معجزة القديس المجهول في الأخير كيمثل أكثر من مجرد عمل سينمائي ناجح، وكيأكد المكانة ديالو على أنه علامة فارقة في المسيرة ديال السينما المغربية. المخرج علاء الدين الجم نجح في نسج قصة محلية عميقة من وسط الصحراء المغربية، وقدم من خلالها استكشاف فريد لمواضيع إنسانية وعالمية بحال الإيمان، الماديات والدور ديال الخرافات في تشكيل المجتمعات. الفيلم تبت باللي الكوميديا تقدر تكون أداة تحليلية قوية كتسمح بمناقشة القضايا الحساسة بأسلوب اللي ذكي وماشي عدائي. الإنجازات ديال الفيلم من العرض ديالو في الكان حتى للترشيح للأوسكار كتحط علاء الدين الجم وأصحابه في الصف الأمامي ديال جيل جديد من المخرجين اللي كيطوروا سينما مغربية فريدة وقادرة تفرض راسها مع العالم بلغة بصرية وفكرية اللي غنية. وهذه كانت هي المراجعة الكاملة للفيلم المغربي معجزة القديس المجهول. خليو لي الآراء ديالكم في لي كومونتير على هذا الفيلم، واش كتفقوا مع الرأي ديال المخرج ولا لا. ما تنساوش تابوناو في القناة ونحاولوا نوصلوا للتحدي اللي درت في الفيديوهات اللي قبل، واللي هو نوصلوا ل1000 لايك في هذا الفيديو. اللي عندك اي فيلم بغيتيني نهضر عليه ما عليك الا تخليه في لي كومونتير. كان معكم حسام من مروكان موفيز اركايف، نشوفكم في الفيديو الجاي. تهلاو.